وهذا الريزو المنزلي. بعد هاي وصفة الريزو ما راح تطلبونه من المطاعم. شلونكم دادا حتى نسوي لكم اطيب ريزو؟ بالبدايه نحتاج صدر الدجاج ونحتاج مجموعه هاي البهارات، راح اكتب لكم اياها اسفل الفيديو. نخلط البهارات كل زين ونقسمها قسمين، نضيفها على صدر الدجاج ونبدي ندعك بها وندخلها للثلاجه. كوب واحد من الطحين ونص كوب من النشا، نخلطهم كل زين ونقسم الخليط بالنص. نضيف النص الثاني مال البهارات ونضيف عليه المي ونبدي نخلط بيه لحد ما يوصل هذا القوام. طبعا الصويا صوص اختياري انا ضفتها. للتمن هنا نحتاج بصل وهم مجموعة بهارات وهم راح اكتب لكم اياها جوا. عندي هنا تمن بسمتي نقعتها لمدة 10 دقائق. نحمسه كل الزين ونضيف عليه المي اعلى من التمن بسنتيم واحد. الصوص راح نحتاج كاتشب ومايونيز، ثوم باودر، بصل باودر، بابريكا عادية، بابريكا مدخنة، ونخلطهم كل زين ويجهز ويانا صوص خرافي. طريقة التقلاء راح ناخذ قطعة واحدة من صدر الدجاج نغمسها بالخليط الأول السائل، بعدين بالطحين والنشا ننكتها كل الزين ونخليها على زيت حرارته وسط، لا عالي ولا ناصي، وسط. من توصل هذا اللون نطلعها. واسمعوا لي القرمشة، قرمشة رهيبة، بس أهم شي يكون الزيت وسط. نجهز الطبق مالتنا بالبداية التمن وبعدين صدر الدجاج نرتبه. طبعا أنا طلعت عندي تقريبا 5 ماعين إلى 6 ماعين. ونضيف الصوص. طبعا أنا الصوص خليته بكيس حلواني يعني للسهولة، وبس جربوها متأكد راح تحبوها.